بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ومتجمعين مع حبايبكم دايما وفرحانين. بما ان النهارده الجمعه فانا قلت ايه نعمل فطار كده جديد ولذيذ وهيعجب جوزك وولادك ان شاء الله، وسهل وبسيط قوي 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 قوي. انا عندي هنا طماطم، فلفل، كزبره خضراء، زيتون اسود. كل ده انا قطعته زي ما انتم شايفين كده اهو، وحطيت عليه شويه ملح وفلفل. وعندي هنا لانشون برضو قطعته، وجبنه رومي قطعتها. وعندي هنا 3 بيضات هربهم كده مع بعض. طبعا البيض ده انا حطيت عليه ملح وفلفل اسود وقرفه بسيطه قوي، عشان برضو بتساعد ان الزفاره تبقى مش موجوده. هبتدي انزله هنا كده بقى. تمام. وهضيف برضو الجبنه الرومي واللانشون اللي انا قطعتهم، وهبتدي بقى اخلط كل ده مع بعضه. وعندي دلوقتي على النار طاسه انا حطيت فيها شويه زيت. اول ما هيسخن هنزل بقى الخليط ده عليها، طاسه تيفال عشان تساعدك ان انت تقلبيه كويس. احطه بقى على النار بعد ما الزيت يسخن، وهنشوف هيبقى عامل معانا ازاي. خلاص يا جماعه، انا عندي الزيت سخن اهو. هنزل بقى كده بالخليط فيه. على نار هاديه طبعا. اغطي عليها بقى واسيبها لما تستوي من الجزء اللي تحت، ونرجع بقى نشوف شكلها النهائي معانا عامل ازاي. خلاص يا حبايبي، دي العجه خلاص شكلها ده النهائي. يعني انا بس هحطها في طبق. طبعا انا قلبتها على الوش التاني، وهي خلاص كده بقت جاهزه معايا. ما خدتش على النار 3 دقايق بالظبط. انا هحط عليها بقى دلوقتي وهحطها في طبق ونوريكم شكلها النهائي عامل ازاي. خلاص يا حبايبي، ده الشكل النهائي للعجه. طعمها حلو قوي وما خدش مننا اي وقت، وطبعا قيمتها الغذائيه عاليه جدا جدا. وجوزك واولادك هيحبوها قوي قوي قوي. يعني لو اولادك مش بيحبوا البيض والحاجات دي، لا هيحبوا البيض قوي 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 لما تعملوا لهم بالطريقه دي. وطبعا قيمته الغذائيه عاليه جدا، لانه عباره عن بيض وطماطم وفلفل وزيتون وجبنه رومي ولانشون. كل ده طبعا فيه قيمه غذائيه عاليه.